كان عايز كان عمل. جملة لو كان عايز كان عمل هي أكتر نصيحة سينمائية مضللة الستات بتصبر بيها نفسها. النصيحة دي بتفترض إن الراجل ده كائن بسيط جدا، لو حبك هيحارب الدنيا عشانك، ولو ما حاربش يبقى ما بيحبكيش. الحقيقة السيكولوجية دي إن في رجالة كتيرة قوي بيموتوا فيكي وعايزينك جدا، بس برضه مش هيعملوا أي حاجة عشانك. ليه بقى؟ لأن الوعي مش مرتبط بالرغبة. النرجسي الخفي بيكون عايزك في حياته جدا، بس كبرياءه وأنيته أقوى بكتير من رغبته في إرضائك، فبيختار يعاقبك بالصمت. الراجل اللي عنده خوف مرضي من الالتزام والمسؤولية بيكون برضه هيموت عليكي، بس الخوف شله فبيهرب وبيعملك جوستنج. فكرة إن انتي تختصري العلاقات المعقدة دي في جملة لو كان عايز كان عمل، بيخليكي تقعدي سنين مستنية ومحتاجة تبرير، تدخلي في دوامة جلد الذات. هو أنا مش كفاية عشان يحاول عشاني، هو أنا مش كفاية عشان يحارب عشاني. بس الحقيقة اللي انتي محتاجة تسمعيها وتثقي فيها جدا، إن هو ممكن يكون عايزك، وممكن ببساطة شديدة ما عندوش الشجاعة، أو ما عندوش النضج الكافي اللي انتي محتاجاه، أو ما عندوش حاجة نفسية سوية ممكن يشتغل عليها. فوفري على نفسك تحليل تصرفاته، وبصي لراحتك انتي. واللي ما بيعملش ملوش مكان في حياتك، سواء كان عايز أو مش عايز. فلو لسه بتشكي في إحساسك، ولو لسه انتي مستنياه يعمل، فأنا عايزة أقولك لو سمحتي وقفي وما تستنيش حد. قوليلي في الكومنتس كم مرة بررتي الراجل بجملة أصل ظروفه صعبة وفي الآخر طلعتي انت الضحية. ما تنسيش تعملي سبسكرايب، وخليكي معانا في بودكاست لاكي مع نور.